النائب ضياء الدين داوود. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، حقيقة يعني وإحنا بنناقش هذا القانون حديث موصول بما عرض علينا بالأمس وما استمعنا إليه جميعا في القاعة، وبعد اللي سمعناه امبارح من حالة رفض لأداء هذه الحكومة، أنا بتساءل وبسأل البرلمان أقلية قبل أغلبية وأغلبية قبل أقلية، من أين تكتسب الآن هذه الحكومة مشروعية البقاء؟ لما يكون السواد الأعظم من نواب البرلمان بيقولوا أن هذه الحكومة أصبحت عاجزة عن أداء مهامها بما يتناسب مع وضع اقتصادي لم يعد خفي لا على حد في الخارج ولا في الداخل بوجود هذه الأزمة. وأنا كمان وأنا بسمع دلوقتي أن الحكومة ملتزمة بالحدود الدستورية، لا أنا آسف، النهاردة جايز وهي بتقدم هذا المشروع يكون الحكومة دي ارتبطت باتفاق مع صندوق النقد الدولي وخالفت المادة 127 من الدستور ولم تعرض هذه الاتفاقية على البرلمان حتى الآن رغم الشروع في تنفيذها وحزم القرارات التي اتفق عليها مع الصندوق بدأت تنفذ بالفعل. دي مخالفة دستورية واضحة اتكلمنا عنها، والحكومة الأولى برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتعمل ده في سنة 16 واتعرض علينا بعدها بسنة نتيجة ضغط البرلمان. فهل من المقبول النهاردة أن يغيب البرلمان وفقا للحدود الدستورية للمادة 127؟ قطعا لا. لما الحكومة تطرح صكوك ب4 مليار في بورصة لندن بالمخالفة للمادة 127 من الدستور وبضمانات لا نعلمها، لأن قانون الصكوك بيقول لك حط ضمانات. لما يكون ده التعامل مع البرلمان المصري، ده يخلق مناخ استثماري يخلي حد عنده جاذبية ان يجي يشتغل عندك. بناء احترمنا احد ويأتي الينا مستثمرا الا لو كان عندنا شفافية. هذه الحكومة ليس لديها شفافية مع الداخل، مع البرلمان ومع الشعب المصري. سيادة الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، أنتم من تحدثتم بأن هذه الحكومة مع الاحترام لشخوص رئيس الحكومة والوزراء وكل الناس اللي موجودين، احنا مختلفين على سياسات نتيجتها البلد اللي بتنتج 4 مليون طن رز بتستهلك 3.3 عندها عجز. طلع الرز فيها 200%، ما حدش اتحاسب. قلنا حاسبوا الوزير اتحمى وبقي في موضعه. لما نقول هذا الكلام بنقوله حسبة لله ولمصلحة البلد. البلد بتئن، ايوه بتئن يا ريس، الشعب تعب جدا رايح بحال البلد. الشعب ده مانع اي حد يتنافس معاها، حريص واحرص مننا كمان على استمرارها. ده قلت كمان يشعر ان برلمانه شايف كل هذه الاخطاء وعنده الاستعداد ان يمد ايده ويغير. مش آلهة الحكومة، مش آلهة. في ثواني وناس وضع سياسة أخطأهم فليرحلوا بهدوء، فليرحلوا. بنشوف ده في كل الديمقراطيات. كل الديمقراطيات بتتبدل الحقائب، بيتبدل شخوص رؤساء الحكومة، بتوضع برامج بديلة يكون احنا صح وماشيين صح وما بنغلطش ومحدش بيجي ومحدش بيعتذر. أي منطق. سيادة الرئيس، هذا البلد مسؤوليتنا جميعا. أنا بتكلم من قلبي، شكرا.